اهلا وسهلا بكل اللي بيشوفونا وبيسمعونا وحلقة جديدة وبودكاست من اسبانيا مع عز وتانية وعجبي. الله ينور عليكي، الله ينور عليك. اصحي معنا كده والنبي الله يكرمك. الحلقة دي بنسجلها او كل الحلقات بتاعتنا اصلا بنسجلها من اسبانيا وبالتحديد من مدينة مدريد. ممكن في الحلقات الجاية نكون بنصور في اماكن تانية. النهاردة احنا عايزين نتكلم لو حد عايز يتعلم اللغة الاسبانية يتعلم فين وايه الاماكن اللي انتي شايفاها ممكن يتعلم فيها، وانتي اصلا كمان عايزينك تقول لنا بعد كده ولا بلاش نرد على السؤال ده الاول. حاجات كتير مع بعض. ايوه انا اسف، قولي انا اسفه كده. نوع انا على مزاغي. نهار اسود. ايوه. ماشي. اللي اهم حاجه يعني مش مشكله المكان، يعني لو الحد يعني عنده الحاجه عشان عايز يتعلم هيتعلم، لازم بتحب الحاجه. بس لو في مكان جميل عشان تتعلم فيه كجامعه مثلا، ممكن نختار سلامانكا. جامعه سلامانكا مشهوره جدا، عندها اكتر من 800 سنه. وجامعه سلامانكا دي في مدينه اسمها سلامانكا. ايوه مفيش اي كرياتيفيتي. سلامانكا. طول السنه في اكتر من 30,000 شخص. طريق كويس عشان تتعلموا اي لغه، تترجموا المزيكا الاغنيات. يعني اي حد يمسك كلام الاغنيه الاسبانيه ويحاول اي لغه ليه؟ عشان في الاغنيه يعملوا الاغنيه مفردات بتاع الشارع، وبرضو بيتفرجوا على الكرتونز. يعني افلام الكرتون. اول حاجه انا عملت يعني كده، يعني اغنيات وكرتون. طب ايه افلام الكرتون اللي انت اتفرجتي عليها؟ برنس اوف ايجيبت، في الادين، لايون كينج. على فكره هنا في اسبانيا ري ليون او لاين كينج او الاسد الملك ده عرض هنا في مدريد بقاله اكتر من 10 سنين. بتخش بتشوف كل الحفله لايف وتحفه. يعني انا بصراحه دي من احلى الحفلات اللي دخلتها في حياتي بجد. مش بس الصغيرين اللي هينبسطوا، لا الكبار كمان ينبسطوا جدا يعني. يعني كنت اتفرج على فتيات القوة. فتيات القوة. ايوه. ايه فتيات القوة؟ ايه دي فتيات القوة دي؟ ده كرتون اسمه فتيات القوة. ايوه فتيات القوة. ايوه يا خرابي. احنا البنات يعني ناس قوية. لا ما حدش هيقدر يقول غير كده. بس ثانية، انت قريتي رجل المستحيل؟ رجل المستحيل لا. اتفرجتي على بكار؟ لا. ولا بوجي وطمطم؟ نو. لا ما عاشتش طفولتي. طيب لا مؤاخذة. الحلقة دي برعاية فيتنس ليجاسي. لو عايز تخس أو تظبط جسمك يبقى عليك وعلى كوتش عبد الرحمن، مدربك الأونلاين، وهو سيرتيفايد ماستر ترينر، واللي مش بس هيعمل لك برنامج تدريبي يوصلك لهدفك في أسرع وقت، لا وكمان هيعمل لك برنامج غذائي تمشي عليه حسب هدفك وطبيعة جسمك. أنا شخصيا جربت أتمرن معاه وعايز أقول لكم إن أنا بجد حياتي بقت منظمة أكتر بكتير. سجل دلوقتي علشان تاخد خصم 50%، واللينك هتلاقيه في صندوق الوصف. مع فيتنس ليجاسي غير شكل حياتك. عايزينك تكلمينا شويه عن العربي اللي انت درستيه في الجامعه بقى. درست فيلولوجيا. ايه ده؟ فيلولوجيا. ايه الفيلولوجيا دي؟ ده بالعربي فيلولوجيا، يعني انت تتعلم يعني الاصل يعني بتاع اللغه. اصل اللغه نفسها اللي هي أيوة. يعني طب ما اصل اللغه اللي هي اللغه العربيه الاصل يعني 3. وبعد كده ممكن تحط يعني في الاول يعني في المصدر قصدك. المصدر الحاجات دي. وبعد كده يعني هنا لازم نختار يعني لغه تانية. انا اخترت الفرنساوي. تعرف تتكلمي فرنساوي يعني؟ ايوه شويه. طب قولي لنا حته فرنش كده يعني. Je n'aime pas parler le français beaucoup mais parce que j'ai oublié. والله je suis très content aujourd'hui. بيستأذن يفك ميه عشان محصور. ايه الحاجات اللي ممكن اي حد بيدرس اللغه الاسبانيه ممكن تكون صعبه بالنسبه له، وايه الحاجات اللي ممكن تكون هتبقى سهله جدا بالنسبه له في اللغه الاسبانيه؟ انا اعتقد يعني اللغه الاسبانيه مش هتبقى لغه صعبه عليكم، عشان العربي فعلا بعد التشاينيز او مع التشاينيز اصعب لغه في الدنيا. اصعب لغتين الصيني والعربي. ¿Sabes quién es? No lo sé. Vamos a matarlo. أنا غلطت في أمك يا وليد؟ بس عندنا مشاكل زي الاسبانيين، يعني نتكلم بسرعة جدا جدا. وحاجة تانية عندنا الحرف البي مش بي انتو يعني ما عندكوش. حاجة تانية احنا عندنا الاي والاو ما فيش في بالعربي. دلوقتي هنتكلم عن أكلة إسبانية. يعني تانية حابة انها تشاركنا معانا الاكله دي. يلا تانية قولي لنا، انزلي بقى بالمنيو.
مفيش منيو. مفيش منيو. مفيش منيو، بس طب انزل في يا حاجة ريس. عادات وتقاليد عندنا. العنب دي حاجة مهمة في اسبانيا. بالعين ايوه. عندنا مشروب اسمه موشتو، عصير عنب، بس مختلف، مش زي انت تشتري عصير عنب في مصر. ده طريق اسباني، انا ما اعرفش بيعملوا ازاي. وبرده مع العنب عندنا عادات وتقاليد في الكريسماس، يعني في راس السنه نتعشى مع العائله وكده، والساعه 12 بالظبط يعني نقعد يعني كده في قدام التلفزيون وناكل 12 عنب، 12 حبايه، 12 عنبايه. 12 عنبية قبل الساعة 12 بالظبط. ولو تاكل ال 12 يعني هتبدأ السنة مع يعني زي حدث كده كويس. بيتفائل. هو فعلا هنا في مدريد في بويرتا ديل سول، اللي هو بويرتا ديل ميدان، سول. اللي هو ميدان التحرير بتاع مدريد يعني، اسمه بويرتا ديل سول او ميدان الشمس. سول يعني شمس. المحافظه بتاعت مدريد بتقفل وسط البلد، يعني الحته اللي هي مش وسط البلد كلها، الجزء بتاع ميدان التحرير بتاعهم ده اللي هو اسمه بويرتا ديل سول، لان هو في ساعه مبنى البلديه، في ساعه كده الساعه بتقعد تعمل بام بام 6 مرات، صح كده؟ لا 12 12 اسف 12. فهم بيجيبوا معاهم 12 حبايه، فكل ما الساعه بتعمل بام كده هم ياخدوا ايه؟ ايوه ياخدوا حبايه بالظبط، ياخدوا حبايه عنب. بس هل بيعملوا بس كده دي في المدن حاجة قوية؟ لا ايوه في المدن التانية مش في مدريد بس، كله كل اسبانيا. حلو. يعني احنا بنتفرج على التلفزيون على الساعة بتاعت مدريد، بويرتا ديل سول. بتاع بويرتا ديل سول. كنت يعني عايشة في مصر، يعني انا كنت قلقانه، يعني انا لازم اشتري العنب فين ما فيش ازاي، يعني لازم اشتري عنب. لازم اكل العنب الساعه 1 عشان ده ساعات اسبانيا وكده يعني. ولقيتي عنب في الاخر ولا ما لقيتيش؟ ايوه في الاخر بس انا كنت قلقانه، فعندنا الحاجه دي جوه جوه. يا لهوي، اللي هو ايه العيل في الفرن والطبيخ على الغساله، هعمل ايه؟ طب الحمد لله. وبعدين بعد ما جبت عنب بناتي ولا كان عنب احمر ولا ايه؟ هتفرق؟ لا مش هتفرق. مش هتفرق، المهم انه عنب وخلاص. طب افرضي كلتي بطيخ مثلا ولا هتفرق؟ لا هتفرق قوي. عنب بقول لك مش بطيخ. خلصت حلقتنا النهارده، لكن كلامنا لسه ما خلصش، وتسمعونا في حلقه جديده من اسبانيا مع عز وتانية.